هنا الترنجة، ترنج أم اليحيى الله يرحمه. وهنا الليمونة وأبو زهيرة، تحت الفرشة فرشة أبو الياس. أبو الياس يوميا يتقهوى هنا. أنا عمرت لي 4 عماير، آخر عمارة عام 1429، عام 2009 وتبت من العمار، وجبت ما شاء الله أبو الياس وكفلا. شوف جاها هذاك هو يقول لا تطلع، بس بطلعه غصب. وهالمزيون الله يبرد بالجنة على أم اليحيى، عندها ترنجة هنا. وعلى طاري التبريد، تبريد الدنيا، هذا اللي ببرد الشاليه إن شاء الله. الأمر الأول إذا نزلته بالشكل هذا احنا وش نزينها؟ الأمر الأول إذا نزلته بالشكل هذا احنا وش نزينها؟ متر زين، تقدر تحط هنا مربع. هو مربع بالوسط خلاص، لان التراك لايت لازم ياخذ مسافه علشان تقدر توزعه. لانه انا لازم شفت هذه الدفع، والدفع لازم اخذ مثلها هنا راجع سحب. لا لان هذه فتحه واحده وفتحه سنتي بس، ما هي فتحه. اي لازم يجي جريلات حقتها عشان يركبون مع الجبس. بيجي يركب الاسبوع ذا ان شاء الله راكبات جريلات علشان يركب عليهم الجبس. واضح خلاص. قضيت هو. متى تحتونن؟ احنا لك تجينا اليوم لك. هذه طبعا اخر المسجدات صورته تقريبا قبل تقريبا فتره. هذه ابو الياس. سم. هذه حقات الداش. هذا التيار الخفيف اللي هو الدش والانترنت. الدش مو بنتها، الدش مو بنتها الا لكنه لازم تحطه مع التاسيس، ولا الان اغلب الشاشات سمارت. طيب اشوف تعتمد على الانترنت. اشوف الاسلاك كلهم مطموسه الا هالسلك. السلك هذا عند ابو خالد يعلمك، هو اللي طالبه منه. ايه حنا نبي نبردك بالصيف، ونبي ندفيك بالشتاء. الله يبردك مو بالصيف والشتاء، الله يبردك بالجنه قلاميه. هذه طول العمر، هذه مكان السنسر للتدفئه الارضيه. حلو. نحط تدفئه ارضيه بالمكان هذا لان هذا بورسلان. ونبي نحط تدفئه ارضيه بالمكان هذا للباركيه. فهذا تخدمه البورسلان وهذا يخدمه للباركيه. نفس الارض لا منك على الارض دافيه. هذا بالمربعانيه، مربعانيه اشتاء، مربعانيه القيض. هذه مربعانيه القيض. كفو. نبي نخليك تلبس فروه بالصيف. ونبي نخليك تلبس فنيله علاقيه. بالشتاء. تحدي. ايش رايك ابو الياس؟ انا عارفه ابو خالد ما يحتاج. بس في شيء مهم لازم يقوله ابو خالد. وشو؟ ابو خالد حط لك نظام جريل بناء على الديكور والمطلوب. هذا نظام ثاني مختلف، توزيعه مختلف. توزيع قوة الهواء ونظام الجريل. اللي بالمكتب هنا لانه راح يكون استوديو، لازم يكون ديكور ولازم يكون هادي. حط لك نظام ثاني. هنا لما يقول لك دائما تدمج راعي الديكور والتصميم مع راعي التكييف، تطلع بنتيجة سليمة. ما تجي بالنهاية تقول ابي زي هذا، ما تجي. هي لازم من البداية تبدا به. هذا الاستديو. حتى ما يصير به ازعاج. ونظام الجريل مختلف. طيب انا ازعاج الحين او انا مزعج؟ ما عليك انت مزعج. انت بازعاج المصري، ازعاج مسعودي. ولذلك دائما يا دكتور خالد دائما بعض الناس يشوف اشياء حلوه بالفنادق او الشاليهات الفندقيه او بعض الفلل او القصور، يقول انا ابي زي هذه. حلو. هذول متى يجي؟ هذول يجي بالترتيب، بالتنظيم، بالتاسيس، مع التصميم، بالتنسيق، وتصير عندك معرفه بالخامات، راعي التكييف فاهم، المصمم فاهم. ما تجي تحط لي يلا هذه الشركه رخيصه، هذه مدري لا بكذا. هي ممتاز. كل العمل كله مبني على اسس، مبني على ترتيب، تنظيم، لازم تمشي عليه عشان تطلع النتيجه سليمه وطيبه. لا تجي للنهايات تشوف التشطيب والتكفيرات تقول الله حلوه ذي، ترى ذي متعوب عليها. واهلنا الاولين يقولون عطى الخباز ولا باكل نصه. عطى خباز خبزه يعني. ابو خالد عطنا الزبده، ما بكثره كلام الصراحه. وش تبي بس؟ وش متى تبي يعني البدايه؟ نقدر نقول انه هالشغل اللي يبين للمتابعين. الاحد ما هو بعد بكره. اللي بعده. حلو. تركب التدفئه الارضيه للباركيه. وتبي تركب التدفئه الارضيه للبورسلان. حلو.
ونبي نقفل جريلات، لانه هذا النظام جريلات تركب قبل الجبسن بورد. ايه نبي نقفلها ان شاء الله قبل نهايه الاسبوع القادم. اسمع، تدري انه يوم الاحد مو هو بالجاي، الاحد اللي بعده يبي يدخل موسم سهيل. ممتاز. ب 20 اغسطس 4 صفر مع بدايه بس المدارس. ما هو ب 20 اغسطس، ها احنا يا طول العمر 13 اغسطس ان شاء الله. اجل بعده باسبوع غلبتهن. اي غلبتهن. اسبوع نبي نقفل التدفئه الارضيه. الفلكي ابو خالد. وخلصنا. قضينا ابو الياس. وشو هذا طبعا الخامات مختلفه بناء على التصميم. إيه؟ هذا كله بورسلان حلو من مزل سيراميك، وعندك هذا غراء والترويب. الكلبرات جاي معه ترويبته. حلو. وعندنا كذلك هذا بورسلان. إيه؟ وهذا بورسلان. عندنا هذا كله مزل سيراميك. إيه؟ هذا باركيه. إيه؟ من هاج. وعندنا هذا ما شاء الله، هذا الواح اللي طوله 3 متر عرض متر. هذه لا وراء لازم يشيلها 4 5. معقول 4 تقوس ما راس تكسره. هذه لازم تشال بعنايه ولازم بعنايه. العليمي. هذه قيمة الحبة ب 2200 الواحدة. اللي ما يعرف يقول ما يعرف لا الطير يشريه. اي نعم. اي والله. انا اصور وانت تصور. او اعجله. هذا رخام. وهذا اللي فاتح كبوته على وراء. هذا دهانات سايد توهم واصلين ان شاء الله بيبدون بالشغل بكره. حلو. هذا بس بينزلون اغراضهم. ايه ومن اللي انتج شغله يا ابو او انجز شغله نقدر نقول؟ ما في احد انجز شغله، لكن الشغل بمراحل. يعني عندنا مثلا هاج جاب التاسيس، المواد التاسيسيه. يعني هذول ما شاء الله شوفوا لك اياهم. عندنا هنا مزل سيراميك، هذا اللي تو تكلمنا عنه. حلو. مخازن الغذاء الى الان ما جاء دوره بالتركيبات. حاجه الادوات الصحيه انجز نص باقي نص. حلو. التاسيس باقي التركيبات. حلو. جاهزه شوف التكييف. دهانات سايد هذا قاعد ينزل. عوازل الجزيره ان شاء الله بكره نازل. حلو. كل جاهز. اسلاك انجز التاسيس الكهرباء كامل. حبيب الالمنيوم رفع المقاسات. حلو. ان شاء الله بعد البلاط يبدا تركيب. افكار حديقه ما بعد بدينا باعمال الخارجيه. اول ما نبدا ان شاء الله تعالى ان شاء الله بحول الله الله يجزاكم خير يا ابو الياس. لا ننسى الجميل اخونا مهندس نواف الدخيل. ما يحتاج كفو والله.